ازاي تروح تقص معدتك، ازاي تروح تعمل عمليه وانت ممكن تاخد حقنه بس وتديك نفس النتيجه. يعني عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي، بلاش نجري ورا الترندات. مش كل حاجه نسمعها نفتكر انها صح ونجري نعملها. عمليه السمنه عمليه بتنزل وزنك وبتفضل معاك طول العمر، دي حاجه. وانك تجري تاخد حقنه، والحقنه دي ممكن تاثر على جسمك، تأثر على البنكرياس، تعمل لك شلل في الأمعاء زي ما شفنا حاجات كتير بتحصل. وخصوصا ان الحقن دي معظم الناس بتاخدها بدون إشراف طبي، فطبعا الكلام ده مش مظبوط. في ناس تانية بتفكر ان انا ممكن اعمل حقنة بوتوكس هتديني نفس النتيجة بتاعة التكميم او تحويل المسار، برضو الكلام ده مش مظبوط يا جماعة. عاوز اقول لكم ان عملية السمنة عمليات آمنة جدا، ما بقاش فيه منها مشاكل. فارجوكم بلاش نمشي ورا المعلومات الخاطئة والكلام اللي بيتقال لكم بطريقة مباشرة او غير مباشرة، انك ازاي تروح تقص معدتك، ازاي تروح تعمل عمليه وانت ممكن تاخد حقنه بس وتديك نفس النتيجه، او ممكن تحقن حاجه في مكان معين تديك نفس النتيجه، او تعمل بجهاز معين يديك نفس نتيجه العمليه. الكلام ده مش يعني ما فيهوش امانه يا جماعه. الكلام ده لازم نخلي بالنا انه مش صحيح. وعمليات السمنه ما بقت امنه جدا جدا، وانت عمرك ما هتاخد نتيجه عمليه السمنه بحاجه تانية. هي دي المشكله.